السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل سمك مقلي بطريقة حلوة قوي. هقول لكم ازاي تخلي السمك مقرمش واخد لون حلو تبارك الله. كمية السمك اللي عندك كلها تطلع بنفس اللون، حتى لو اخر مشط خالص والزيت بدأ ان هو يغمق. هقولك تعملي ايه علشان السمك كله يطلع لونه موحد ومقرمش وبالشكل التحفة ده تبارك الله. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض ونقول بسم الله، ونبدأ بأول حاجة مع بعض. على حسب كمية السمك اللي عندك بتبدأي تعملي الخلطة بتاعتك. توم واي فلفل موجود عندك، الوان، اخضر، المتوفر عندك. انا ما بحبش اهرس الفلفل جامد قوي في الكبة، ما ينعمش قوي معايا، انا عايزاه قطع بسيطة كده تبقى ظاهرة وباينة. هبدأ ان انا اتبلها. لو عايزة تحطي التتبيلة بتاعة الملح والكمون والكزبرة والحاجات دي في الكبة وانت بتخلطي، طبعا مفيش اي مشكلة. حابة تحطيها بره زي ما انا حطيت عادي خالص. ملح، الكمون طبعا السمك بيحب الكمون جدا، فحطي كمون وحطي فلفل اسمر. عايزه تحطي رشه صغيره من الفلفل الاسمر او من البهارات بتاعه السمك. مش حابه خلاص، انا طبعا مش بحط فلفل اسمر. منضفه السمك كويس جدا. هتبداي بقى ان انتي تمسكي السمكه كده تفتحيها من فوق بالشكل ده. هنفتح السمك من فوق بالشكل ده بحيث ان احنا نحشيه. وانا كنت عصره عليه ليمون وغسلاه بشويه دقيق وملح وخل، وغسلاه كويس جدا عشان الزفاره. ونقعته شويه وبدات ان انا افتح كل السمك، وهبدا ان انا احشيه كله زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هبدا احشيه واغلفه كله كده بالخلطه اللي انا عاملاها. هحشي الكميه كلها. وفي تركه حلوه قوي انا بعملها، ببدا احشي الفراغات وفضل معلقه كده هقول لكم هنعمل بيها ايه. التركه الحلوه اللي بعملها، في اي كيس فاضي عندي 3 معالق كبار من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا. هخلطهم ببعض كويس جدا. عايزه اقول لكم فكره النشا مع الدقيق طبعا كلنا عارفين ان بتدي قرمشه حلوه قوي، السمك بتخليه ناشف كده، وبتخلي القشره اللي فوق تتشال بكل سهوله. معايا معلقه صغيره من الكمون، رشه بسيطه من الفلفل الاسمر، الملح، وشويه كده من الكركم يدوا لون ذهبي معانا، بيفرق جدا في لون السمك. هخلطهم مع بعض. فكره الكيس دي بتخلي السمكه تتغلف كويس جدا، ما بتاخدش مني اي وقت، ما بتبهدلش الدنيا حواليا. ولما بيفضل شويه دقيق من الخلطه دي انا مش برميهم، انا بحطهم في حاجه وبحطهم في التلاجة، ولما بعمل سمك تاني بينفعوني. خلصت الكميه اللي انا هحطها، بدأت ان انا اسخن الطاسه على النار، وهبدأ ان انا احط سمكه سمكه، بس الزيت ما يبقاش بيغلي قوي علشان ما ياخدش اللون ومن غير ما يكون استوى، يعني ياخد لون على طول من غير ما يكون استوى. احنا ما ينفعش نقلب السمك من غير ما يبدأ ياخد لون علشان ما يلزقش مننا ويبقى طري، فلازم يشد كده معانا وياخد اللون المظبوط. بعد كده نقلبه وبنهد عليه، خصوصا لو السمك كبير مش صغير. لو السمك صغير بتعلي عليه عادي خالص لانه مش محتاج انه يستوي. احنا هنركن السمك على جنب، وهنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل احلى رز صيادية ممكن نعمله. طبعا معلقة سمنة او شوية زيت في اي حلة عندك. بتنزلي بالبصلة، انا ضربتها في الكبة مش ناعم قوي ومش كبير قوي، يعني وسط. هبدأ ان انا اشوحهم تشويحة كويسة جدا ياخدوا معايا اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. ما تغمقيش البصلة قوي لان لما بتغمقيها بتمرر معاكي، بتدي مرارة كده. فحاولي ان انت تخلي لونها يكون بني فاتح. لو بتحبيها محروقة قوي تقدري ان انت تعمليه. انا بالنسبة لي اللون ده كويس، كمان تقلبتين وعلى كده خلاص. اللون ده بيدي مش لون بني محروق، لا بيدي لون فاتح شوية، فبالنسبة لي اللون ده كويس جدا. فاكرين المعلقة بتاعت الدقة بتاعت السمك؟ انا هنزل بيها دلوقتي، انا كنت مخليها للرز، هبدأ انزل بيها دلوقتي. عايزة اقول لكم بتدي طعم ونفس تبارك الله تحفة. لو السمك بتاعك فضل منه معلقة تقدري ان انت تحطيها في معلقة زيت، تقدري تحطيها مع السمك مع الرز، بيدي طعم تحفة. هبدأ ان انا اشوح الرز بقى. انا كنت غاسلة هنا 4 كوبايات من الرز وصفيتهم كويس. هشوحهم شوية كده وهحط له ميته المظبوطة والملح
وشوية صغيرين من الكمون. اللي بيبدأ يدي لون حلو قوي معانا. في ناس بتحط كركم بس انا ما بفضلش الكركم، لو بتحبوه حطوه. وفي ناس بتحط معلقة من دبس الرمان، اللي تحبوه تقدروا ان انتوا تعملوه. حطيت معلقة الملح بتاعتي ورشة من الكمون، رشة صغيرة بتدي نفس جميل جدا. وبرضو غطيتهم وركنتهم دلوقتي على جنب. بدأت اقلب السمك، خلاص كان شد معايا وبدأ ياخد اللون التحفة ده. فخلاص بقى هسيبه، وهبدأ ان انا برضو اشوف الرز هنا كان تبارك الله بدأ المية بتاعته تنشف. هديله تقليبة بسيطة كده، وهغطي عليه كمان شوية عشان حسيت ان لسه فيه شوية مية. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. السمك بتاعي تبارك الله كان خلص، لونه موحد جدا. عشان توحدي لون السمك بالشكل ده، بعد ما تحطي اول دور كده من السمك 4 تمشاط او 3 في الطاسة، تبدأي بالمصفى تشيلي اي شوائب موجودة عندك في الطاسة. بالتالي الزيت بتاعك هيفضل نضيف لاخر مشط سمك انت بتقليه. الرز معايا كان خلاص تبارك الله. هو لونه بالنسبة لي انا بحب لونه ما يبقاش غامق قوي. لو انت بتحبي اللون بتاعه يبقى غامق عن كده، هتضطري ان انت تحمري البصلة اكتر من كده. السمك مقرمش، القشرة بتاعته بتتشال بكل سهولة. الرز معايا مفلفل. بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل لكم بأمر الله. وما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي في الكومنتات. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.